اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صباح الفل والعسل والشربات، ازيكم يا جماعه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وهنا وسعاده. النهارده بقى ايه عندنا كده عزومه كده صغنونه حلوه. اختي بقى لها كتير ما شفتهاش وجت النهارده كده تقضي اليوم معانا وكده، فقلت اعمل لها ايه اكله لذيذه كده وحلوه وايه وقعده حلوه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ده بصل ضربته طبعا زي ما حضراتكم شايفين في الكبه، بس ايه ده هنعمل فضلة خيركم بطه فين في التبر وير، واخدين بال حضراتكم. فطبعا الخلطه بتاعت الايه الحاجات اللي بنحطها في التبر وير بس كفايه علشان متبقاش يعني اوفر حراقه قوي. اهو نجيب بقى ايه نعمل بالسكينه علشان ولو اني عملته انا بالايه عاملاه بالملح، بس الحمد لله اهو بيفك بسهوله اهو الحمد لله كويس. هادي نضربها بقى ايه ضربه مبرحا، بس مش عايزه ايه اعمل عشان ما مصدعكوش. وادي البطه يا ولاد اللي طلعت عينيا حرفيا، يعني قعدت انضف فيها مع ان الراجل منضفه كده، بس بعد عنكم بقى الشعر الصغير ده مش قادره اقول لكم. قعدت اعمل لدرجه ان انا جبت الملقاط وبقيت اشد بالملقاط. المهم علينا الحمد لله، وفي النقع بتاعها وملح وخل وليمون ونقعتها وزي الفل وقشطه اهي. بصوا بتزيق اهو من كتر الحمد لله النظافه. وادي بقى الخلطه بتاعتها، بس هنجيب بقى التوابل. احنا عملنا بقى ايه فلفل وطماطم وتوم وبصل طبعا اللي هو مضروب اساسا معاها. هنجيب بقى دلوقتي التوابل. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الملح كده كويسين علشان ايه تبقى طعمها محيق وحلو. وادي الفلفل الاسمر، بسم الله الرحمن الرحيم، شويه فلفل اسمر كده كويسين. وادي شويه كمون مش كتير بس انا ايه ريحه بس كده. وادي شويه كزبره كده، الكزبره بتعمل ريحه جميله برضو مش كتير. وادي بقى كمان ايه البابريكا ده عباره عن فلفل طبعا زي ما انتم حضراتكم عارفين، فلفل حلو فبيعمل طعم حلو في ايه في الحاجات دي. ادي اهو بسم الله الرحمن الرحيم. ايه بنقلب بقى كده كله. بسم الله اللهم صل على كامل نور النبي. اهو يا ولاد الله اكبر، يا رب يحسن ختامها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ايه بقى هنمسك بقى ايه البطه دي من جوه ومن بره وادي من جوه اهو من بره كمان كده ايه تتعمل كويس، تتبل كده كويس، ومن فوق من هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط لها كده من هنا بسم الله، تعالي بتزحلق كده اهو كده من هنا كلها كده. طبعا احنا ايه هنحطها في التبر وير، نحطها الاول في التبر وير علشان الخلطه دي لما تقع. وادي الكبده والقناصه والقلب، اللهم صل على النبي، والحاجات بتاعتها اهو. نحط بقى ايه هنا في التبروير علشان لما تقع الحاجات دي تقع جوه التبروير فتفضل معاها يعني. طبعا محيقينها زي ما حضراتكم شفتوا كده، وحاطين ملح كويس وفلفل وكمون وكزبره اللهم صل على كامل نور النبي. نحطها بقى كده على وشها ليه؟ عشان الله اكبر، اللهم صل على النبي. الصدر اكتر حته يا ولاد في كل الطيور بتبقى ايه محتاجه سوى اكتر، ونحطها كده. طبعا هي من تحت بتستوي اكتر من ايه من الوش كده، فنحطها على وشها كده علشان ايه تستوي اكتر.
هنجيب بقى دلوقتي، انا مش لاقيه الغطا الحقيقه بتاعها، بس الجيش قال لك ايه، اتصرف مفيش اي بروبلم يا ولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. نيجي ايوه كده اهو. اللهم صل على سيدنا النور النبي، ما شاء الله صلاة النبي احسن اهو. شايفين يا ولاد؟ خلاص قفلناها بقى كده، وعلى الفرن بقى ان شاء الله. طبعا انا فاتحه الفرن بقى لي يجي ايه 10 دقايق كده علشان يبقى سخنه، ادخلها كده على الفرن سخن على طول، ايه تاخد حرارتها وتستوي على طول. يلا بينا وبعدين نكمل الباقي. حطينا البطه في الفرن ونسيناها خلاص بقى وسيبناها تستوي. دي اهم حاجه، اول حاجه تعمليها، لانها ايه بتاخد طبعا سوا الفرن. صحيح يا في البتاع بتطلع جميله ومستويه جميله وهايله، بس برضو ايه اول حاجه نعملها ان احنا نحطها في الفرن ونبتدي بقى نعمل الاكل العادي، الاكل اللي سواه عادي جدا. بس ادينا بقى ايه دلوقتي بنعمل ايه. ده البصل بتاع اللحمه المفرومه اللي احنا هنعمل بيه ايه، هنعمل بيه مكرونه بالبشاميل وصينيه رقاق. اجمل حاجه يا ولاد كده، وبقالنا كتير قوي الحقيقه ما عملناش مكرونه ورقاق والكلام ده، فقلنا يلا بينا نعمل النهارده بقى ايه اكله كده لذيذه بقالنا كتير ما كلناهاش. ادي البصل بس ايه تشويحه بسيطه، ما بنشوحوش كتير علشان مش عايزين يبقى كده في اللحمه لون غامق ولا حاجه، بس تشويحه اسمها تشويحه. هنا طبعا ايه معلقه سمنه، انا ما بحطش كتير لان اللحمه المفرومه هتنزل دلوقتي سمنتها، فانا بدوبك بس ايه معلقه سمنه علشان اشوح فيها البصل وبعدين احط بقى اللحمه. دي اللحمه اهي. ايوه في التلاجة، فبرضه ايه يعني مش جم مش يعني مش متلجه في التلاجة على الرف، بس برضه زي ما بتقولوا احنا النهارده الدنيا برد، فالحاجه حتى على الرف بتحس ان هي جامده كده. اهي ايوه دلوقتي هتفك طبعا مع السخونيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين ما تقولوش لا الطاسه صغيره، لا دلوقتي اللحمه هتكش وهتبقى يا دوبك يعني. نحط بقى التوابل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه شويه ملح كويسين عشان الحاجه كده محيقه. انتوا عارفين المكرونه بشاميل عايزينها متحيقه كده وطعمها حلو. ادي شويه فلفل اسمر. عارفين الفلفل الاسمر بقى يعتبر ايه زي الفانيليا كده، فانيليا الاكل الحادق. وده بقى ايه، ده حبهان مطحون، بتحط كده ايه حبه كده علشان يبقى ريحه اللحمه جميله. نسينا نحط تصدقوا في البطه شويه حبهان مطحون، بس انا دلوقتي هفتح عليها واحط لها على وشها كده شويه ايه معلقه حبهان مطحون كده. الحبهان حلو، لا اي زفاره لا. ولو ان الحمد لله غسلتها غسله يعني كانت البطه هتقول لي انا هروح. بس لازم يا جماعه، لازم اهم حاجه النظافه، والله العظيم اهم حاجه نظافه الحاجه مهمه. وبعدين الحاجه تكون نظيفه، والله والله يا جماعه بتطلع طعمها حلو. ازاي مش فاهمه يعني. الحاجه لما تكون نظيفه بتبقى طعمها جميل. سيبكوا بقى من المحلات اللي بيحطوا حاجات
ومنكهات وإشي مش عارفه قوي ايه، عشان يعني يخلي الطعم حلو ويداروا. استغفر الله العظيم ربنا يسامحني. اللحوم بقى اللي هي الله اعلم بقى، ربنا يحنن على كل الناس. بس هسيبها بس شويه كده وبعدين نيجي نقلبها تاني لغايه ايه ما تستوي. دلوقتي بقى احنا ما عندناش شوربه، وعندنا ايه البطه اللي هي التبروير. التبروير دي طبعا دي مش هتعمل شوربه صح، هي هتعمل صوص كده بس مش هينفع شوربه طبعا. احنا بقى عندنا ايه، طبعا النبي اللهم صل على كامل نور النبي. مرقه الدجاج اللي انا عاملاها في الفريزر ادي، حطينا ميه هنعمل شوربه في منتهى الجمال والحلاوه زي الفل. نحط شويه ايه، حته كويسه كده على شويه ميه كويسين. دلوقتي دي هتبقى احلى شوربه في الدنيا. على فكره انا قريب باذن الله اعمل لكم حلقه شوربه مرقه الدجاج يعني. دلوقتي بصوا هنعمل دي هتدوب خالص كده بالشوربه، وهتبقى شوربه ما حصلتش، احلى كمان من الصبحه. هنعمل بقى منها الملوخيه، وهنعمل منها نبل الرقاق، ونعمل عايزين شويه شوربه بلسان العصفور، يعني شوربه تعملي بالليها اللي انت عايزاه. شوربه دي شوربه حقيقيه، لان الشوربه اللي انا عاملاها دي فراخ وخضار وكل اللي قلبك يحبه. يلا بينا بقى نكمل. شايفين يا ولاد ادي الشوربه اهي، شايفين شكلها ايه. طبعا الحاجات اللي على الوش دي بقى ايه، الخضار والفراخ والتوابل وكل الحاجات الحلوه اللي فيها شايفين. بس طبعا مش حاطه ملح، عشان قلت لو حطيت مثلا عايزه شوربه الحاجه وانا حاطه اساسا فيها ملح ولا حاجه ما تحدقش، نحط احنا الملح بس. كل التوابل اللي خلقها ربنا والخضار اللي خلقه ربنا وفراخ مهريه معاها ومضروبه في الشوربه دي. شايفين لونها جميل ازاي، اكنك لسه دلوقتي سلقه لحمه او فراخ او اي حاجه اللي انت عايزاها. شايفين المنظر الجميل اهو. خلاص كده هتاخد غلوه كده عشان تبقى ايه، غليت كده معاها واتوغلت فيها وبقت شوربه فعلا. نروح ايه طافين عليها اهو. بصوا شايفين الجمال، شايفين شكلها. احلى حاجه دي يا جماعه ان انتوا يبقى عندكم في الفريزر بتاعكم شوربه كده بس بايدك انت. الشوربه اللي بره مرقه الدجاج اللي بتتباع بره والحاجات مش عايزه اقول اسامي عشان حرام، انا ما بعترفش بيها خالص، سوري يعني بقرف منها جدا، لان قالوا عليها كلام مش حلو وانا ما بحبهاش. ما علينا يعني، في ناس بتحبها وبتستعملها هم حرين، لكن انا ما بحبش الا الشوربه اللي انا عاملاها ومتاكده ايه المكونات بتاعتها وايه، وحاجات حلوه وحاجات نظيفه وخضار مغسول زي القشطه وفراخ حقيقيه واصليه وكل حاجه. بس المهم يعني. وادي الميه بتاعت بسم الله الرحمن الرحيم المكرونه. وانا بحب معاها اعمل ايه، احط مع المكرونه اللي هي الاقلام دي بسم الله الرحمن الرحيم، احط معاها كبشه مكرونه اهي. كانت ايه فايده من اللي انا بعملهم بقى، بناخد منهم ونحط، ان احنا دلوقتي يعني حبه صغيرين، فبنعمل مثلا كبشه كده نقطع تلت كيس، نقطع نص كيس، ونخلي الباقي كده بنشيله. واخدين بال حضراتكم. بس انا بحب بقى مع المكرونه بتاعت اللي هي الاقلام دي او البنه اللي بيقولوا عليها، بحب احط زي ما حضراتكم شفتوا كده كبشه مكرونه سباكيتي بس. وهنسيبها بقى ايه تستوي، بس نحط ملح علشان المكرونه بالبشاميل عايزه تبقى محيقه مش عايزه تبقى دلعه. وبحب بقى ايه الحاجات بتاعتي تبقى محيقه اهو. نادي ملح بس الزيت لا، لان بيقول لك بقى الزيت ده بيخلي طبقه كده على المكرونه ما تقبلش. مثلا لو هتعمليها بالصلصه، هتعملي اي حاجه بتبقى عازله كده عن الحاجات اللي انت بتعمليها. بس ايه ملح بس عشان تبقى ايه محيقه وجميله بس. بصي بقى احنا دلوقتي عملنا البط، كنا عاملين الخلطه كانت كتير، مفيش حاجه تترمي، تروحي حطها في علبه كده حطها في الفريزر، ولما تيجي تعملي تاني مشويات فراخ اي لحمه اي حاجه تروحي واخداها تبقى جاهزه عندك زي ما حضرتك شايفه كده. بس مفيش حاجه تترمي عندنا. ودول يا ولاد بقى ايه 2 كيلو ملوخيه متقطعين كده، حتى شايفين كده، نغسلهم ونعملهم ونحطهم في الفريزر، ينفعوا بقى ايه اي وقت تزنقي حاجه.
طبعا هنحطها بقى ايه مرتين ثلاثه كده في الطبق نغسلها. بصوا شايفين لون الميه؟ لون الميه فظيع قوي. بتبقى الملوخيه دي يا جماعه مليانه سوري طينه ورمل وحاجات لازم تتغسل كويس قوي زي ما حضراتكم شايفين كده. مرتين ثلاثه كده في الطبق، والاخر بقى ايه في المصفى برده ناخدها برده شطه وهي في المصفى في الاخر، ونسيبها بقى تتصفى علشان ايه نبتدي نضربها في الكبه. بصراحه حكايه الملوخيه في الكبه دي اختراع، وفرت على الواحد كتير قوي الحمد لله، يعني من فضله وكرمه والله يعني الحمد لله. دلوقتي يا جماعه بقى الطبيخ والاكل سهل جدا يا جماعه، كل يوم بتطلع حاجات الحمد لله يعني سهله جدا. هنعمل بقى الرقاق. ادي الصينيه هنحط بقى ايه حته سمنه كده كويسه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البوتاجاز سخن فبتدوب اهو. مش حاجه. وهنا نحط برضو ايه في الصينيه اللي احنا ادي حته سمنه كويسه، وادي الشوربه بتاعتنا يا ولاد اهي الشوربه. طبعا الحاجات الغامقه دي الخضار اهو. حطينا بقى ايه الشوربه اللي احنا عاملينها مرقه الدجاج بتاعتنا على ايه معلقه سمنه كويسه كده معاها. هنحط دلوقتي بقى التوابل عشان ايه برضه انتوا عارفين انا بحب الحاجه تبقى محيقه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه ادي شويه فلفل اسمر بس. انا بصراحه ما بحبش الملح والفلفل. مش في كل حاجه بقى ايه نحط التوابل الكتير ده ممكن نحط في المحشي مش عارفه ايه، لكن الحاجات اللي هي الصواني والكلام ده ما بحبش الا الايه انا الملح والفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبتدي بقى ونولع على ده عشان ايه برضه الشوربه سخنه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وحطينا بقى زي ما حضراتكم شايفين كده ايه سمنه كده في الصينيه تمام. ادي البطاطا شايفين كده تخشش للاسف الرقاقه كبيره على الصينيه، مع اني جايبه صينيه كبيره بس برضه ايه الرقاقه كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي طبعا ايه هتطرى وهتبقى عامله عال دلوقتي. بس كمان واحده. طبعا احنا حاطين بقى في الشوربه هنا سمنه، مش محتاجه ان حضرتك تحطي بقى ايه بين الطبقات ولا حاجه، السمنه محطوطه وكله تمام اهو. قلت اجيب الكاميرا من هنا علشان ايه تشوفوا كده، علشان متبقاش في الظهر كده مش شايفين كويس اهو. بصي كله بقى طاير اهو، الشوربه طارت كله اهو. نحطها بقى كده. طبعا لما تطرى كل ده هيدخل كده جوه وكل حاجه اهو. ما تغركوش ان هي ناشفه كده، لا. دلوقتي بقى الشوربه دي هتطريها، وادي حته اهي هيتحط هنا في الحته الفاضيه دي تمام التمام. نجيب بقى كمان واحده. انا بعمل بس ايه 3 فوق و3 تحت
ما بحبش انه يبقى تخين كده، لا ما بحبوش كده. بحبه ايه حلو كده، الحته تمسكيها كده تبقى ما تبقاش حاجه عاليه قوي كده، لا كفايه قوي كده، 3 فوق و3 تحت. ممكن نحطها كده، ايوه 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 ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه ايوه ايوه. بس بسم الله اهي، ما يجراش حاجه اهو. نقلبيها بقى كده اهو، مش اي بروبلم خالص. بصي بقى الحروف دي، حطي بقى كده ايه شوربه على الحروف دي، تحسي ان هي ناشفه كده تحطي شويه شوربه بس اهي. وادي اللحمه المفرومه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الرقاق والكلام ده زي ما قلت لكم قبل كده، والجلاش ما بنحطش لحمه مفرومه كتير، عشان ايه ما تبقاش كده الطبقتين بعدين عن بعض كده ومفتوحين من بعض من اللحمه المفرومه. لا، بالاصول يا جماعه، كل حاجه بالاصول، كل حاجه بالاصول. نحط برضو كل حاجه، بس ايه حاجه كده ايه ما تبصش شكل الحاجه، عشان بقى ايه نقول نحط لحمه مفرومه كتير كده علشان يبقى فيها ما هتقع، حضرتك هتحطيها وهتقع، يجي الواحد يمسك ده حته ال الرقاق ولا الجلاش يروح وقع مننا كده، وحاجه منظر كده مش حلو، تبقى مفتوحه كده من الوسط لكن هي فيها لحمه كتير وبعد الطبقات عن بعض كده وشكلها مش حلو. لا، كل شيء يا جماعه بالاصول، هيبقى فيها برضو لحمه كله، بس ايه تبقى شكلها حلو. بس كمل بقى بقيه الطبقات وارجع لك عشان الوقت. هنعمل بشاميل يا ولاد، حطينا اهي معلقتين سمنه زي دول كده اهو. نحط ايه دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه كده البشاميل عايز سمنه كتير، مش بس سمنه كتير لا ده لازم يعني شويه كده. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نسوي كده بس الايه الدقيق علشان مبقاش طعمه كده دقيق باين كده في البتاع، لا. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح بقى ادي استوى اهو الدقيق. زي ما حضراتكم شايفين كده، بتحطي بايد وايه، ولو ان المضرب خلاص حتى لو كلكع شويه هتبص تلاقي المضرب يفك كل حاجه. بس نحط شويه حليب. بسم الله الرحمن الرحيم. بس طبعا بقى لسه ايه هيغلي ويمسك. احنا خلاص كده طفينا عليه، مش عايزينه اتقل من كده، يبقى حلو كده وجوسي. بس هنحط بقى عليه التوابل، ملح وفلفل. ما بحبش الفلفل الابيض ده، بس ايه عادي يعني، الفلفل الاسمر عادي، ايه يعني لما يتحط فلفل اسمر على بتاع يبقى باين كده ان هو فلفل اسمر يعني، هو حاجه ايوه.
ايوه بس. تمام. وادي الصينيه هنطبق بقى المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الصينيه دي مش محتاجه سمنه ولا حاجه، لان هي ايه، اللهم صل على النبي، ما بتلزقش ولا حاجه. هتبقى ايه، معاهم شويه بشاميل كده نقلبهم فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي شايفين يا ولاد. بعدين نحط بقى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، باقي اللحمه. تبقى المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. المكرونه بقى اللي هي السباكيتي بتبقى جميله جدا يا ولاد بقى، لما تيجي تقطعي كده بيبقى طعمها وشكلها حلو قوي. مفيهاش حاجه. انتوا عارفين المكرونه الصينيه ما بندققش قوي في ان الحاجه تبقى فككه، لان عايزينها تبقى ايه، ماسكه في بعض يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على كامل نور النبي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ايوه تغطي بقى كده كله. كده ميبقاش في حتت فيها بشاميل، حتت لا طبعا لازم تغطي كل الصينيه اهو. كل الاول بقى نضرب بيضايه بقى بملح وفلفل ونحطها على الوش ومش عارفه عشان تاخد. دلوقتي لا ما بيحبوش كده، بيحبوها كده. ممتاز جدا، حلو قوي تمام. كمان البيض غالي قوي، فالحمد لله علشان ايه هنوفر شويه. دلوقتي بقى ايه، خلاص كده هتتحط بقى في الفرن اوريكم لما تستوي. ما قطعناش بقى الرقاق يا ولاد، هنقطعه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل ده اللي ما يغركيش ان هي منكوشه كده والورقه منكوش، لما تستوي كل ده ما بيبانش. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على كامل نور النبي. ما شاء الله. كنت الاول بقطعها مثلثات كده، بقيت المربعات احلى الحقيقه. حته كده تاكليها وتاخدي غيرها كده شكلها حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش تمسكي كده وانت بتعملي كده تقطعي عشان الورق ايه ما يمشيش. اللهم صل على كامل نور النبي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايوه شايفين يا ولاد.
كل ده بقى هتبان، هي مش باينه دلوقتي من نكشه الورق. الرقه دي كمان مش عجباني، الرقه دي خفيفه قوي، اللي هي بتبوش دي، ببقى مش عارفه امسكها وانا بعملها في الصينيه، دي ما بتعجبنيش. في رقاق كده تبقى محمله كده، تمسكيها تبليها كده، تمسكيها عادي تحطيها في الصينيه تبقى على العموم ان شاء الله. ما ربنا ايه، المهم ربنا يحسن ختامه يعني. نجيب بقى ايه حته سمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. بايه بالسباتيولا. كده اهو شايفين على الوش كده اهو زي ما حضراتكم شايفين. بس تمام يا ولاد، نحطها في الشوربه عشان السمنه دي تنزل فيها. وادي الملوخيه يا ولاد ضربناها في الكبه، بس عايزه ضربه كمان كده علشان ايه خشنه شويه تنعم بس سيكه. وادي يا ولاد بنعمل بقى الملوخيه، اللي حطينا بقى التومه، انتوا عارفين الكزبره طبعا، انتوا عارفين الطريقه بتاعتي انا بعملها. الاول نحمر نعمل الطشه ونطشها بالشوربه، غير بقى ايه ان احنا نخلص الملوخيه وبعدين نطشها بالطشه، لا احنا بنعمل العكس هنا. طعمها حلو جدا جدا جدا. شايفين ليه بقى؟ زي ما قلت لكم ان لما بتغلي كده التوم ده، الطشه بتغلي مع الشوربه كده غلوه، بتطلع كل الايه، كل اللهم صل على النبي، الغازات وكل الحاجات وبتاع. والثوم طبعا انتوا عارفين بيتعب القولون والكلام ده، مش هيتعب اي حاجه بقى. خلاص حضرتك خدتيه غلوه بقى مع الشوربه كده، طلع كل الحاجات اللي ممكن تتعبك، بيفضل طعمه الحلو بس. الله على ريحه الطشه، ريحتها جميله. خلاص التومه اتحمرت. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كده بس. هنسيبها بقى ايه دلوقتي تاخد لها غلوتين، بس هنحط الاول الملح، لان طبعا احنا مش حاطين ملح في مرقه الدجاج اللي احنا عاملينها. هنحط ملح ايه في الحاجات بس. نجيب بقى كمان الفلفل اسمر، بس نسيبها تغلي غلوه وبعدين نحط الملوخيه. ادي يا جماعه غليت، الله على الريحه الجميله. وادي الملوخيه، احط بس ايه بالتدريج كده عشان انا عامله طبقين يعني مش عامله كتير. اللهم صل على كامل نور النبي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله الله على الحلاوه، اللهم صل على النبي. الله 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 الله. شوف بس ايه بالمغرفه عشان ايه نشوف السمك. اللهم صل على النبي. لا مش محتاجه تاني اي حاجه، مش محتاجه تاني اي حاجه، صلاه النبي احسن. بس تمام. دول بقى يتحطوا بقى في كيس ولا في علبه ولا في الطبق نفسه ده، ويتغطى ويتحط في الفريزر. بس تغلي بقى كده غلوه نقفل عليها. اللهم صل على كامل نور النبي. لا كده القوام يعني ممتاز، مش محتاج اي حاجه تاني، بس غلوه واحده كده قلبه ونروح ايه قافلين. الله. بصوا يا ولاد مضروبه، القوام بتاعها حلو قوي، مضروب القوام حلو جدا جدا جدا، عجبني بصراحه. لا هو كبير قوي ولا ناعم قوي. ايوه ايوه بيغلي اهو، لما يغلي كده وغلوه تروحي قافله على طول. اللهم صل على كامل نور النبي، ما شاء الله ما شاء الله.
بصوا شايفين؟ بس نقلب كده عشان ايه تستوي يا ولاد، ما نحطهاش وخلاص، لازم تستوي كده في الشوربه. صحيح الملوخيه ما بتاخدش، ما بنسويهاش كتير، بس ايه، بس ناخدها غلوه عشان تبقى ايه مستويه وطعمها حلو كده. بس ايوه كده. بس عملناش كده في الطشه. صورتيه خلاص. ايوه يا جماعه، ادي غدانا النهارده اهو. ادي الرقاق، اللهم صل على كامل نور النبي، بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا. وادي المكرونه، ايه رايكم في المنظر ده؟ وادي البطه معموله في التبر وير زي ما وريتكم، ما شاء الله مستويه ومتحمره وكل حاجه، ما بتحتاجش انت تحمريها ولا حاجه. وادي الملوخيه الجميله اللي انا جايباها وعاملاها في اللهم صل على النبي، ضربها في الكبه اهو. وادي اللفت، ايه رايكم في منظر اللفت ولونه؟ لونه رائع. وده طبعا الزيتون بتاعي اللي فضل بقى من البرطمان بعد ما اديت لي نهله وهي مسافره، حطيته هنا بقى ايه في العلبه. ادي يا سيدي يا سيادنا اهو غدانا النهارده، سنة طيبين بالهنا والشفا. يا رب دايما معاكم احبابكم واخواتكم وحبايبكم، ما تحرموش من بعض ابدا اهو. ويا رب كده دايما بالالف هنا والشفا يا رب. واهو اختي ما انا مش قادره استنى، الف هنا وشفا. الف هنا وكل سنه وانتم طيبين. ومش عايزه افكركم القناه بقى بتاعتكم، مش هقول لكم تعملوا ايه، ربنا ما يحرمنيش منكم، ربنا يخليكم ليا، بحبكم، سلام عليكم.